الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم عزة عواد من مطبخ عزة عواد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين، يا رب تكونوا بخير. النهاردة انا هعمل، والله انا ما كنت هصور لاني بجد زهقت من عدم التقدير وانتوا فاكرين اللي بيقدم محتوى ده ما بيتعبش. لا، بيتعب بصراحة. المهم، انا هعمل النهارده فاصوليا بيضه وهعمل رز بشعريه وسلطه. اللحمه دي انا جايباها من عند الليسي. اول خطوه عملتها ايه، ودي اهم خطوه في عمل الفاصوليا مع اللحمه. البصله حطيتها، وحطيت معلقتين سمنه بلدي، وحطيت اللحمه معاها على طول. بدات اشوحها زي ما انتم شايفين كده لحد ما هي نشفت خالص اهي، رست على البصله والسمنه. هبدا اعمل ايه بقى؟ هبدا ازودها شويه ميه مغليين، ودي خطوه مهمه جدا علشان اللحمه تستوي، لان الفاصوليا بتبقى مسلوقه. عشان اللحمه تستوي وكمان علشان البصله ما تبانش في الاكل. صلوا على رسول الله. وادي الفاصوليا اهي نقعتها من بالليل، واجي حطاها اهي، غسلتها كويس وحطاها تستوي. هنزود اللحمه بقى ونسيبها تستوي. خليكم معايا. طبعا الميه اللي انا بزودها دي ميه مغليه في الكاتل اهي. تمام. هسيب بقى اللحمه، اغطيها واسيبها دقات ايه تستوي. صلوا على رسول الله. بقى ايه، اعمل الصلصه بتاع الفاصوليا. هبدا احط ايه، معلقه صلصه. تمام. هحط مع معلقه الصلصه دي معلقه سكر صغيره. هبدا احور فيها في الجنب كده، اطلع منها الايه، الماده الحافظه. تمام. وهبدا احط الطماطم. خليكم معايا. صلوا على رسول الله. الطماطم اتسبكت اهي. تمام. هبدا بقى ايه، احط الفاصوليا اللي انا سلقتها. تمام. وافضل اقلب فيها كده، اخليها تتطعم من اللحمه والصلصه. ودلوقتي بعمل ايه بقى، بغلي ميه في الكاتل علشان ازودها، واسيبها بقى تاخد كام غلوه، واحط لها التوابل بقى، توابلي الملح والفلفل الاسمر. تمام. واسيبها تغلي معاها وكده، يبقى الفاصوليا خلصت. تمام. وادي الرز بشعريه اهو، حمرت الشعريه وقلبت معاه الرز، غلفت الرز والشعريه بالسمنه والزيت. تمام. وهشربها. خليكم معايا. بصوا حبايبي، الفاصوليا اهي بعد ما اتسلقت اتطعمت مع الصلصه، وغليت ميه اهي في الكاتل. وهبدا بقى ازودها واسيبها بقى ايه، تاخد وتدي مع بعضها. خلاص كده اسيبها تغلي بقى كذا غلوة كده مع بعض. تمام. وبعد كده نغرفها. صلوا على رسول الله.